بتبتدي قصتنا مع شاب بيكون حزين جدا، وده بسبب ان اخوه مات. بيحكي لنا ان قبل 3 سنين من دلوقتي والدته كانت تعبانه ومريضه جدا، ماتت وهي بتدور على اخوه المفقود. بيلاقي ان والدته كانت طبعا ملصقات كتيره قوي، والملصقات دي بتكون على اخوه عشان اي حد يلاقيه يتصل بيهم. بنعرف ان شاه كان جندي في الجيش، واستسلم شاه بعدها انه يلاقي اخوه، وقرر انه يتطوع عشان يروح لافريقيا. بنفهم ان شاه عمل كده عشان يهرب من البلد، وده لانه مش قادر يكون موجود في المكان اللي والدته توفت فيه، وكمان اخوه بقى مفقود. بيرجع بينا الزمن في الوقت الحالي اللي هو فيه، بيفتح بعدها صندوق المقتنيات الخاص باخوه، بتكون فيه صوره لاخوه وهو لابس درع غريب. بيسال شاه نفسه اذا كان اخوه بيصور فيلم ساعتها ولا لا، وده لان اللبس ده غريب جدا. بيلاقي كمان الساعه اللي كان جايبها لاخوه هديه. بيفتكر شاه اليوم اللي ادى فيه اخوه الساعه ديت، وان اخوه كان مبهور جدا بالساعه ديت. بيكون شاه مصدوم جدا بسبب الذكريات ديت، وده لانه كان بيحب اخوه الصغير قوي. بيلاحظ شاه ان الساعه اشتغلت مره واحده في ايده، لدرجه ان هو بيستغرب ويفتكرها كانت مكسوره بعد كده اشتغلت في ايديه. وبيبتدي يسمع بعدها صوت اخوه: الى اخي الذي سيحمل هذه المذكرات يوما ما. وشاه بيقوم يقف من صدمته والصوت اللي بيسمعه، وده لانه مش مصدق انه بيسمع الصوت ده اصلا. عندما ياتي الوقت يا اخي الذي ستحمل فيه هذه المذكرات، ربما لن اكون جزءا من هذا العالم بعد الان. بيكون شاه حاسس ان دي مش هلوسه، ومفيش برضه اي حاجه متثبته في الساعه عشان تطلع الصوت دوت. والصوت بيقول له: انا اسف جدا ليك يا شاه، وده لان بسببي اكيد مريت بوقت صعب قوي. انا كل اللي كنت عايزه ان انا الاقي علاج لوالدتنا. انا كنت فاكر ان انا هرجع بسرعه، لكن الموضوع ما انتهاش بيا على خير ابدا. بيبتدي شاه ان هو يشوف الذكريات اللي اخوه سايبها له. الموضوع ابتدى يا اخويا ان انا استلمت رساله، والرساله دي ما كانش فيها اي حاجه غريبه، وان انا لو عملت شويه مهمات امنيتي هتتحقق مهما كانت. انا في الاول افتكرت الرساله ملهاش لازمه وهزار، بس لما شفت امي تعبانه ومفيش في ايدي اي حاجه، قلت بعدها لما اجرب انا كده كده مش هخسر حاجه. ووافقت فعلا على العرض اللي موجود في الرساله. ومن اليوم ده يا اخويا انا بقيت اشوف احلام غريبه جدا، بس بالتاكيد ده ما كانش حلم، ده كان الواقع اللي انا عايشه. انا دلوقتي متاكد ان في حاجه اسمها جنيات واقدام كمان، والعالم اللي انا كنت موجود فيه ده كان فيه كمان اورك وكمان ارواح تنانين. العالم اللي انا كنت فيه ده كان غريب بكل المقاييس، كان فيه برج اسمه برج ملك الشمس، والاشاعات كانت بتقول ان اي حد يتخطى البرج ده هيكون ملك برضه. بس انا كان اهتمامي على حاجه تانية جوه البرج دوت. كان في دواء اصلا جوه البرج ده على هيئه اكسير، والاكسير ده كان عنده القدره انه يشفي امنا. في الاول عملت فريق مع شويه ناس، وبدات بعدها ان انا استكشف البرج دوت. ولو قارنا البرج ده مع العالم الخارجي هنكتشف ان البرج صعب جدا، وان مفيش اي مجال لاي غلطه. وقررت ان اسيب البيت بعدها، وده عشان استكشف البرج لمده نص سنه. وعشان كده قطعت اي اتصال بيني وبين العالم، وسمينا الفريق بتاعنا باسم اريتيا. والفريق ده كان كويس جدا في جوانب كتير جدا منه، بس معدل استكشاف البرج كان اقل مما كنت متوقع. عشان كده انا ممكن اتاخر سنه كمان. بعد كده حصلت مشكله مع نقابه كان تصنيفها مرتفع جدا، وعشان كده كان في مشكله في الاستكشاف بتاعنا في البرج. ومع الاسف ما قدرناش نوصل لاي اتفاق مع النقابه ديت، بسبب دوت اعتقد ان احنا نخش في حرب كبيره. بيكون شايف الوقت الحالي قاعد يسمع كل ذكريات اخوه. من ضمن الذكريات ديت ان في نقابه حلفوا معاها كانت معاديه ليهم، بعد كده النقابه دي اتدمرت. بيتعمق شاه بعد كده في ذكريات اخوه اكتر واكتر. بيكتشف من الذكريات دي ان اخوه كان عنده شخص بيحبه. بيكون شاه غرقان حرفيا في كم الذكريات الخاصه باخوه، وده لانه مش مصدق العالم اللي اخوه كان عايش فيه حرفيا. بنعرف ان فيما بعد قامت حرب تانية كمان. بنفهم ان الموضوع ما وقفش كمان لغايه هنا، لا ده كمان بيعرف شاه ان كان في جاسوس كمان في النقابه بتاعتهم، وان اعضاء النقابه ابتدوا يشكوا في بعض. اسمع يا شاه، مش ده بس اللي حصل، جسمي كمان ابتدى يتغير وبقيت اتعب كتير. نص اعضاء النقابه بتاعتنا سابوا النقابه، واحنا كمان بنخسر الحرب، وجسمي كل مدى بيكون اضعف واضعف. اما بقى بالنسبه للبنت اللي انا حبيتها، فدي حرفيا طعنتني في قلبي ومشيت. في اللحظه اللي بتسمع فيها صوتي انا جسمي دلوقتي بيتعفن. ومن بعدها بقيت الشخص الوحيد اللي موجود في النقابه، وعشان كده قررت ان انا استكشف البرج لوحدي. والاكسير بقى معايا فعلا، لكن انا ما اقدرش ابعت الاكسير ده للبيت، وده لاني في الوقت الحالي محاصر من كل الاتجاهات، وان انا مش لازم اظهر باي مظهر ضعيف قدام الناس ديت. وعشان كده عشان انا قررت ان اسيب الباقي عليك. وانا متاكد انك اول ما تسمع القصه ديت هتروح للبرج بسرعه، وهتجيب الاكسير لامنا عشان تخف. بيكون شاه متاثر جدا بالكلام اللي بيسمعه، بيكون في حاله حزن شديده بسبب اخوه اللي مات. بيفضل شاه يعيد في ذكريات اخوه كل ما تخلص. بيكون مشتاق لصوته جدا لدرجه ان شاه مش بيحس بالوقت اصلا، الدنيا بتليل عليه. بنشوف ان شاه لسه غرقان في حزنه، ومره واحده بيسمع صوت بيفوقه من اللي هو فيه. بيظهر له اشعار تمت الخلافه، وبتبتدي طاقه معينه انها تخش جوه جسم شاه. بيحس شاه ان في طاقه كبيره جدا في جسمه، وبتكون دي هي المانا، وهي دي القوه اللي بيمتلكها الاشخاص اللي موجودين جوه البرج. بيكون شاه عارف دوت بسبب الذكريات اللي اكتسبها من اخوه، ده لانه شاف كل الذكريات الخاصه باخوه من ساعه ما دخل البرج. بسبب اللي بيحصل بيكون في كميه ضغط كبيره جدا على جسم شاه. بتظهر ذكريات اخوه بعدها وهو في الفريق بتاعه. بيسمع صوت بعدها تاني: الى اخي الذي سيستمع الى هذا يوما ما. بيكون شاه شايف اخوه
اخوه وهو واقع على الارض ساعتها، او بتكون دي واحده من الذكريات بتاعته، او بيكون شايف سيف مليان بالدم، او بيكون ده هو السيف اللي اتطعن بيه اخوه، او بتبين له الذكريات قد ايه اخوه كان في حاله سيئه جدا، وان هو ما كانش متوقع الخيانه من الناس اللي حواليه، او بيتاثر شويه جدا بشكل اخوه، او بيسمع صوت تاني بعدها تم اكمال الايقاظ، او بتكون القدرات ديت هي اللي سايبها له اخوه عشان هو يورثها منه، او بيظهر له اشعار تاني بعدها لم تكتمل الخلافه، رجاء نقوم باكمال الخلافه عندما تكون حالتك الجسديه جيده، او بيظهر له ان التقدم الحالي هو 5% بس، او بيظهر له اشعار ان حالتك كاملة، هو بيكون شاو مصدوم جدا من كمية المعلومات اللي دخلت دماغه دلوقتي، وكمان التغيير اللي حصل لجسمه، هو بيلاقي ان في اشعار كمان ظهر قدام منه، قدرات جسدك تطورت، طبيعتك تم اكتشافها، مهاراتك تمت اضافتها، تستطيع الان التسجيل كلاعب في البرج، وبتظهر بعدها حالة الاحساسات الخاصة بشاه ما بين الخفة والقوة والمانع وقدرة التحمل والمهارات، او بيكون شاب المنظر ده عارف كل اللي حصل لاخوه، وكمان مين الناس اللي السبب في موته، او بيقرر شاه ان هو يستغل كل المعرفة والقوانين اللي هو عارفها عن البرج دلوقتي، وهيستغل كل حاجه لصالحه حرفيا، وانه هيسخر كل المعرفه دي لهدف واحد بس، وان هو ينتقم لاخوه من كل الناس اللي اذوه، وان هيعمل ده مهما كان الثمن، او بيفهم شاب سبب الايقاظ اللي حصل له دوت احصائيات الحاله الخاصه بيه كمان ارتفعت، لكن لسه الاحصائيات دي ضعيفه جدا، او بيبتدي شيء يشوف المهارات بتاعته، او بتكون الطبيعه بتاعته هي بارد الدم، او بيكون وصفها كالاتي: انت دائما ستكون صارم عقليا امام اي موقف، انت دائما ستكون منيع ضد اي شيء يؤثر على العقل زي التحكم العقلي او غسيل الدماغ، او بيحسش ان الطبيعه اللي اكتسبها ديت مش وحشه، او بتظهر له المهاره التانيه وبتكون عيون التنين، وان عيون التنين بتشوف اي حاجه لغايه لما توصل للحقيقه، او كمان بيكون قادر ان هو يشوف الادوات وكمان قدرات البشر اللي هو شايفهم، او بيقول لنا عشان ان هو عارف من خلال ذكريات اخوه جون وو انه قابل تنين قديم جدا وعمل معاه عقد، والتنين ده كان في الدور ال11، وان المهاره دي هي الحاجه اللي اتبقت من التنين والعقد دوت، او بتكون المهاره الثالثه هي الاحساس المعزز، او ده ان الحواس الخمسه بتاعته تتعزز بشكل كبير جدا، او بيكونش حاسس ان المهاره دي جات له بسبب الطبيعه بتاعته، او بيقول لنا عشان اكتر حاجه جذبت انتباهه هي مهاره حده الادراك، وان اكيد ده حصلت بسبب المهارات اللي سابها له اخوه في الساعه، او بيقرر شاه فعلا ان هو يمشي في الطريق ده عشان يجيب حق اخوه اللي مات، او بيقول له: انا عارف يا جينج ان انت كنت عايزني اجيب الاكسير وامشي، لكن الحقيقه ان انا ما اقدرش اعمل ده، انا لازم انتقم لك مهما كان الثمن، او بينتهي بينا المشهد بعدها وشاو بيكون ماشي في الشارع، او بيكلم واحد من قاده الجيش، او بنفهم ان شاه قطع علاقاته بكل الناس حتى اصدقائه والقاده بتاعته اللي موجودين في الجيش، او بيعتذر للقائد بتاعه بيقفل السكه، او بيعرفنا شاه ان هو قطع علاقاته مع كل الناس اللي في الارض، وباع بيته وباع كل حاجه حرفيا، وده لانه قرر انه يفرغ نفسه للانتقام، او بيعرفنا ان هو اشترى شويه ادوات زي سكاكين وكمان اكل، يعني بالعربي كده اشترى كل المستلزمات اللي هو عايزها في البرج، وده طبعا بعد ما درس كل الذكريات الخاصه باخوه، او بيعرفنا عشان هو كان عايز يشتري مسدس، لكن مع الاسف بعد الرصاص ما يخلص مش هيقدر يجيب غيره في البرج، فما لهاش لازمه، والسكاكين بالنسبه له في الوقت الحالي هتكون احسن حاجه، او بيعرفنا عشان الجوله الاولى الخاصه بالبرج ابتدت من اسبوع، وان اللعيبه اللي بتتاخر على الوقت بيكون عندهم افضليه على حسب الوقت اللي هم اتاخروه، وان كل شخص مجمع نقاط افضل كل ما ده بقى افضل ليه جدا، وان في اماكن مخفيه الناس الجديده اللي داخله البرج ما تعرفش حاجه عنها، بس الوضع هيكون مختلف ليه لان هو معاه ذكريات اخوه، او بيوصل شلال المكان اللي هيدخل منه البرج، او بتبتدي طاقه غريبه انها تتشكل حوالين المكان، او بتبتدي الطاقه دي انها تتجمع وتتكثف مع بعضها، او بتبتدي انها تتشكل على هيئه باب، او بيبتدي شان ان هو ياخد اول خطواته عشان ينتقم من اللي حصل لاخوه، او بتكون دي هي بدايه قصه الانتقام بتاعته، او بتخش شباب البرج بعدها، او بتبتدي الملحمه، او بيظهر له اشعار بعدها: لقد دخلت الطابق 0 حيث تبدا التعليمات، او بيحس فعلا ان المكان ده هو نفس المكان اللي شافه ذكريات اخوه، او بنفهم ان البرج ده هو بدايه الامتحان اللي بيخلي اللاعبين يتاهلوا عشان يكونوا حكام، وان كل اللاعبين اللي موجودين لازم يظهروا كل الامكانيات بتاعتهم عشان يتحكم عليهم اذا كانوا يستحقوا فعلا يكونوا حكام ولا لا، وان اي شخص يتخطى البرج بالكامل هيكون مؤهل، او يكون شاه متعصب جدا من المكان دوت لان هو ده المكان اللي اتاذى فيه اخوه، او بيكون شاه متعصب جدا، وده لان شكل اخوه ما فرقش دماغه اصلا، او بيقرر شاه ان اول حاجه اللي يعملها لازم يتخطى الاختبار، مش بس كده لا ده كمان لازم يحقق المركز الاول، او يستفيد باكبر قدر ممكن من الذكريات اللي خدها من اخوه، زي مثلا الادوات المخفيه اللي محدش يعرف مكانها، والادوات دي هتساعده انه يزود الاحصائيات بشكل كبير، وان هو لازم يحقق المركز الاول وكمان يخلي احصائياته اعلى حاجه ممكنه، او بتظهر بوابه بعدها فوق شاه، وصوت بيقول له: ما اعتقدش ان انا كنت هستقبل ضيوف دلوقتي، او بيخرج شخص من البوابه دي بعدها وبيقف قدام شاه، او بيخرج شاه السكاكين بعدها وبيكون مستعد ليه، او بيقول له الوحش: ايه رايك لو تسيب
السكين دي على جنب، وبيبتدي الوحش يعرفه بنفسه، او بيقول له ان هو مدير الدور رقم 0، وهو كمان المشرف كيرا، او بيقول له شيء كويس جدا ان قابل مشرف في الوقت الحالي، وده لان نصايحه هتكون شيء مميز جدا، او بيقول له المشرف شكلك تعرفنا نوعا ما، على العموم ده هيخلي الكلام بالنسبه لنا اسهل، او بيعرفوا المشرف ان الاختبار دي ل7 مراحل، وهم A و B و C و D و E و F و G، بعد كده تقدر توصل للهدف المطلوب، وان كل مرحله ليها بيئتها الخاصه بيها، وان كل اختبار موجود في المرحله دي لازم يكتمل على اكمل وجه. مش كده وبس، لا ده كمان في وقت محدد لكل الكلام دوت، وان النقط هتتحسب على حسب الحاجات اللي هو عملها في الوقت، وان النقط دي هتتجمع في النهايه، ونشوف الاعلان بتاعها النتيجه النهائيه هيكون ايه، او بنفهم من كده ان كل ما النقط بتاعته كانت اعلى، الجوائز كمان اللي هياخدها هتكون عاليه جدا وهتفيده اكتر في المستقبل. هو بيسالوا شبع ده انا عندي قد ايه في الفتره ديت، او بيعرفوا المشرف ان هو هيكون عنده 30 يوم بالظبط، وان هو يقدر يستغل ال 30 يوم دول براحته بالنسبه لكل المراحل، يعني مفيش وقت محدد لاي مرحله فيهم بمزاجه بمعنى اصح. او بيقول للمشرف ان مره اصلا اسبوع على الجوله ديت، او بيساله انت هتعمل ايه دلوقتي، هتكمل ولا هتستنى لغايه الجوله الجايه. او بيفهم شان الناس المتفوقين اللي اصلا ابتدوا من البدايه هم وصلوا لنقطه بعيده جدا عنه، بحيث ان مستحيل اصلا اي حد مبتدئ يوصل لهم. او بيعرفنا شان هو اصلا كان متوقع كل دوت. او بيقول له المشرف ان هو هيديله نصيحه انه لما يكمل المرحله ايه افضل حاجه انه يعمل فريق مكون من 3 اشخاص لغايه 5 اشخاص. او بالرغم يا شان ان انا بقول لك المعلومات ديت، لكن صدقني افضل حاجه انك تكون لوحدك عشان تاخد نتائج اعلى، لان النقط بتاعتك هتتقسم على الفريق بالكامل، او ده اكيد مش هيكون لمصلحتك. وده شال ان البرج مميز جدا عشان كل مساهمتك في البرج ما كانت اعلى، اي حاجه هتعملها هيتم منشطتها بسهوله، واطمن اي حاجه هتعملها هيكون ليها نقاط. او بيفهم شهاده فعلا. او بيقول المشرف بينه وبين نفسه الناس اللي ما بتختارش فرق بتكون حاجه من الاثنين، يا اما بيموتوا باسوأ طريقه ممكنه، او ان هم يكونوا مميزين جدا. او بيقول بما انك دلوقتي عرفت كل المعلومات اللي مطلوبه منك انا هبدا الاختبار حالا. او بيظهر له اشعار الاختبار في الطبق 0 سيبدا الاختبار، القادمون الجدد الذين يحاولون ان يصبحوا آلهة لذلك يتسلقون البرج، انت يجب ان تثبت انك تستحق هذا، المتطلبات التي يجب ان تحققها، انت يجب ان تحصل على اعلى نتيجه في الوقت المحدد. او بيبتدي المشرف بعدها انه يختفي من قدامه، او بيظهر عداد وقت بعدها قدام شاه، او بتكون هي دي المده اللي فاضله على نهايه الاختبار. او بيقرر شاه انه يتقدم في الاختبار ده مهما حصل. لقد دخلت الى الفقره ايه، تجنب او دمر جميع الفشاشات في هذه الفقره. وفعلا بتتفعل الفشاشات الخاصه بالاسهم، او بتبتدي انها تصيب شاه، او بيكون شاه عارف ان الفخاخ دي فعلا هتتفعل في الوقت ده بسبب الذكريات اللي ورثها من اخوه، لكن مع الاسف الاسهم دي بتتفعل بشكل عشوائي، وعشان كده المعرفه دي دلوقتي ملهاش لازمه، ومعنى كده انه لازم يتصرف مع الموقف ده بمجهوده الشخصي. او بتنطلق عليه مجموعه من الاسهم، او بتكون الاسهم سريعه جدا، او بيلف شاه بسرعه، او بيحاولوا انه يتصدى للاسهم دي بالشنطه اللي كانت على ظهره، او بيكون يا دوبك قدر يتصدى ليها. او بتكون الاسهم دي مصنوعه من الحديد بالكامل، يعني يحمد ربنا ان الشنطه اصلا قدرت تتصدى ليها. او بيحاول شاه ان هو يكون حريص اكتر من كده، او بيبتدي واحد من الاسهم دي ان هو يسيب رجله، او بيكون شاه مصدوم من المنظر اللي بيشوفه حرفيا، او ده ان في مجموعه كبيره جدا من الاسهم ابتدت انها تتفاعل وتصيبه. او بيبتدي شاه بعدها ان هو يمشي جنب الحيط حرفيا، وده عشان ما يفعلش غير اقل قدر ممكن من الفساس. او بيظهر له الاشعار بعدها الم شديد تغلب على جسمك، انت الان مصدوم، طبيعتك بارد، الدم ستبقيك هادئ، لم تعد تشعر بالصدمه، لقد طورت مناعه لهذا الالم. او بتكون حاله شاه صعبه جدا، وده لانه مصاب في كل حته حرفيا. او بيقول شاه بينه وبين نفسه انا كنت متوقع ان الموضوع ممكن يكون خطير لكن مش للدرجه دي. او بيبتدي شاه بعدها ان هو يخرج الاسهم من جسمه، او بيطلع الادوات اللي هو اشتراها قبل ما يخش البرج، او بتكون دي طريقه اتعلمها في الجيش عشان يقدر يقوي الجروح بتاعته. او بتظهر له الاشعارات بعدها لقد تم حرقك، انت الان مصدوم، طبيعتك بارد، الدم ستبقيك هادئا، لم تعد تشعر بالصدمه، لقد طورت مناعه ضد الحرق. او بيبتدي شاه بعدها ان هو يكمل طريقه، او بيبتدي شاه بعدها ان هو يراجع اللي بيحصل، او ان لما الاسهم استهدفته من الفساس كان ليها توقيت محدد عشان تصيبه، وده نوع من انواع الاشارات بس بتكون مش واضحه قوي، وان هو في الوقت الحالي محتاج يلاقي التوقيت المناسب عشان يقدر يتفادى الاسهم ديت. او مع الاسف مش هيقدر يشوف الاسهم لان المكان ضلمه جدا، وعشان كده بيقرر ان هو يعتمد على حاسه السمع، وان اول ما يسمع التروس الخاصه بالفخاخ هيقدر يحدد مكان السهم وبسرعته، او من خلال انه يسمع التروس ديت هتكون هي دي طريقه النجاه الوحيده في الوقت الحالي. او بيستخدم بعدها مهاره تطور الحواس، او بيظهر له بعدها اشعار لقد تطور احساسك باللمس، لقد تطور سمعك، زاد مستوى مهاره تطوير الحواس بنسبه 8/10%. او بتبتدي التروس بعدها انها تشتغل بسبب تفعيل الفخاخ، او فعلا بسبب المهاره بيقدر شان هو يلاحظها. او بيرمي الخنجر بتاعه اتجاه الصوت بسرعه جدا، او بيقدر الخنجر انه يخترق السقف، او بيتكسر السقف وبتقع كل الاسهم والفخاخ اللي كانت موجوده في الحته ديت. او بيكون شان سعيد لانه فعلا قدر يتخطى النقطه ديت، او بيبتدي شان ان هو يتهرب من الاسهم ديت. او بيعرفنا اعتماده على كيفيه خط الاسهم ديت هيحصل
بيظهر زيادة مختلفة للاحصائيات بتاعته. يعني مثلا لو قدر يهرب من السهم الأزرق دي بالجنب، خفة الحركة بتاعته هتزيد. هو فعلا بيظهر له إشعار لقد ارتفعت خفة الحركة بنسبة 1، وإن لو قدر يتصدى للسهم الأحمر قوته هتزيد. هو بيظهر له إشعار لقد ارتفعت القوة بنسبة 1. أما بقى بالنسبة للسهم الأصفر فالموضوع بالنسبة له بيكون مختلف، وده لو إنه اتصاب أصلا بالسهم الأصفر قدرة التحمل بتاعته هتزيد. هو بيظهر له إشعار لقد ارتفع التحمل بنسبة 1. أو بتكون هي دي الخطة الخاصة بشاه عشان يزود الإحصائيات بتاعته. أو بنلاقي إن قوته وصلت 19 وخفة الحركة كمان وصلت 19 والتحمل وصل 14 نقطة. أما المنع بتكون 21. أما بالنسبة للمهارات بيكونش عنده غير الثلاث مهارات في الوقت الحالي، وهي شجاعة التنين المرئية وتطوير الحواس وكمان مهارة الاستبصار. أو بتكون الحاجة اللي مضايقاني إن مفيش أصلا أي سهم بيزود كمية المنع عنده. رغم كده هو بيستفيد من الثغرات ديت عشان يقدر يزود الإحصائيات بتاعته بشكل كامل. وبتظهر لنا الشاشة بعدها وبتكون دي واحدة من الشاشات اللي بيتراقب منها شاه. أو بيكون ده هو مشرف الدور اللي قبله شاه قبل كده. أو بيكون بيراقب شاه وهو مجموعة تانية من اللاعبين. أو بيحس إن شاه مميز جدا، وده لأن تصرفاته مختلفة عن بقية اللاعبين. أو بيكون المشرف حاسس إن شاه مميز جدا، لكن بيرجع ويقول للمشرف إن حتى لو اتأهل هيكون لازم يواجه مخاطر كتيرة جدا. أو بيحس المشرف إن البرنامج التعليمي المرة دي هيكون مميز جدا. أو بيظهر إشعار بعدها لقد وصلت إلى نقطة النهاية. أو بيكون شاه قادر فعلا يرفع الإحصائيات بتاعته، وإن القوة وصلت 29 وخفة الحركة 33 والتحمل وصل ل 30. أما المنع بتاعته فضلت زي ما هي 21. أو بيحسش إن الإحصائيات بتاعته ارتفعت بشكل كبير جدا. أو بيحسش إن قوته الجسدية زادت بشكل كبير. أو بيبتدي شاه إنه يفتح الباب بعدها. أو بيظهر له إشعار سيبدأ علاج جروحك الآن، وهو صح شاه عدى المرحلة دي فعلا، لكن كمية الإصابات اللي اتصابها كانت كتيرة جدا. أو بيحسش إن جسمه فعلا اتعالج من كل الإصابات وبقى أحسن بكتير. أو بنفهم إن هي دي المنطقة الخاصة للاعبين عشان يرتاحوا فيها. أو بيكون شاه مجهد وتعبان جدا، أو مصدق إنه يرتاح، أو بيغمى عليه حرفيا من كتر الإجهاد. أو بيبتدي يفتح عينيه على صوت واحد بيقول له شكلك نايم. أو بيكون الشخص ده قاعد يقرب من شاه في الوقت الحالي، وأول شاه ما يفتح إنه الشخص ده بيخضه حرفيا كأنه بيهزر معاه، لكن شاه بيكون رد فعله سريع وبيبعد عنه بسرعة. أو بيكون شاه مصدوم جدا من اللي بيحصل، وده لأن مهارة تطور الحواس كانت شغالة، ورغم كده هو ما قدرش يحس بالشخص ده أصلا. أو بيكون عايز يعرف الشخص ده مين بالظبط. أو بيكون ده هو التاجر الغموض، وشاه عارف المعلومات دي من خلال الذكريات الخاصة بأخوه. أو بيقول له التاجر شيء جميل إنك تكون عارفني، اسمح لي إن أعرفك بنفسي، أنا إيه التاجر العابر. أو بنفهم إن التجار دول بيظهروا في نقطة معينة في النهاية اللي هي يعني منطقة الراحة، وده عشان يزودوا اللاعبين بأي حاجة هم عايزينها. بس مفيش حاجة ببلاش معاهم حرفيا، أي حاجة هتاخدها هتدفع ثمنها. أو يكون التجار دول معاهم كل حاجة حرفيا، زي الأكل والشرب والجرع وكمان كتب المهارات وأي نوع من أنواع التحف اللي أنت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. أو بيقول له التاجر إن هو حرفيا بيبيع كل حاجة. هل في حاجة مميزة في دماغه هو عايزها؟ أو بيبتدي إن هو يستعرض كل الحاجات اللي موجودة قدامه عشان يشوف هو عايز يشتري إيه بالظبط، زي مثلا جرعة سم ميدوسا، أو حتى قرن الماعز الذهبي، أو حتى عين تماتي اليسرى، ودي شكلها كده عين تنين. أو بيعرفنا ان كل الحاجات دي نادره جدا، بس مفيش طريقه ممكن تخلي لاعب مبتدئ زيه يقدر ياخد العناصر ديت، وعشان كده بيقرر ان هو يركز على التدريب البدني. او بيكون شايلها اللي هو محتاجه فعلا. او بتكون دي هي تذكره الاعاده، والتذكره دي بتقدر ترجعك لنقطه معينه انت بتختارها. او بيختار فعلا التذاكر ديت. او بيسال التاجر يقدر يدفع له ازاي. او بيقول له التاجر ان انت ممكن تدفع من خلال الاحصائيات بتاعتك. او بنفهم هنا هي العمله هي الاحصائيات الخاصه بالشخص. او بيحس ان الاسعار عاليه جدا لدرجه ان الميه المعدنيه قصاد 2 من احصائيات القوه، يعني السرعه عيني عينك، يعني 2 من نقاط القوه بق ميه انت عبيط يالا. او بيقول له فعلا في حاجات عايز اشتريها منك. او التاجر بيكون فرحان جدا. او بيقول له انا هديك كل الاحصاءات اللي انا كسبتها في المنطقه ايه، وانا عايز العنصر ده قصاد كل الاحصاءات دي اللي انا هديها لك. او بيقرر ان هو يشتري تذاكر عدل للمنطقه ايه، وده عشان يقدر يعيد الاختبار تاني. او بيساله التاجر انت متاكد انك عايز التذاكر ديت؟ او بيقول له التاجر انت اول شخص يطلب مني الطلب دوت، وده لان كل الناس بتسال ايه الحاجه اللي هتساعدها في المرحله اللي بعد كده، مش ايه الحاجه اللي هتديهم فرصه تانيه ان هم يعيدوا نفس المرحله. او بيقول له ان هو عايز يعمل كده ان في حاجات عايز يعملها هناك. او بيحس التاجر ان شاه مميز جدا. او بيشرح لنا ان التذكره استخدامها سهل جدا، وان كل اللي عليه ان هو يقطع التذكره، او بالشكل ده يتم استدعائه لمنطقه البدايه من جديد. او بيبدل شاه فعلا الاحصائيات بتاعته بالتذاكر. او بيمشي التاجر بعدها وبيختفي من المكان. او بيظهر له اشعار بعدها كل الاحصائيات التي اكتسبتها في المنطقه ايه سيتم اخذها الان كدفع. او بيحس شاه فعلا ان كل قوته اللي خدها قبل كده بتختفي من جسمه. لقد اكتسبت التذاكر اعاده للمنطقه ايه. او بيكون شاه استبدل كل الاحصائيات بتاعته ب 10 تذاكر. او بالشكل ده بنفهم انه يقدر يرجع 10 مرات لمنطقه البدايه. او بيبتدي شاه بعدها ان هو يقطع التذاكر عشان يرجع. او بتدفع له التذكره بعدها. او بيظهر له اشعار هذا هو الدور صفر حيث بدأ البرنامج التعليمي. او بكده بتكون كل حاجه ابتدت من جديد. اختبار الدور صفر سيبدأ الان. او بيكون شاه عمل كل دوت عشان يقدر يجمع الاحصائيات باكبر قدر ممكن، وده هيساعده فيما بعد انه يزود كتب بشكل اسرع واسهل. او بتبتدي الفخاخ انها تتفاعل تاني والاسهم بتنطلق بعدها ناحيه شاه. او بيبتدي شاه ان هو يتصدى ليها
عشان يستغل الثغرات من تاني ويجمع اكبر قدر ممكن من الاحصائيات. بيمر الوقت وبيوصل شال الجوله الاخيره، بتكون هي دي المره العاشره اللي هيعيش فيها البرنامج التعليمي، وان حواسه زادت بشكل كبير جدا، وانه يقدر يحصل على احصائيات كتير. بيشرح لنا شهاب بعدها مهاره عين التنين، وان المهاره دي بتكشف له كل حاجه عن حياتها، وان هو لما فعل المهاره دي لاول مره اتصدم، وده لان كل حاجه منظورها اتغير بالنسبه له، وده لان عين التنين غيرت كل الالوان ليه الابيض واسود. وانا لما يقدر يستخدم المهاره دي على اي كائن حي، ان الخطوط اللي بتظهر للكائن دي هي خطوط التخطيط بتاعته وبس. وان اخوه جينج سمى الظاهره دي بجيول، واحنا هنسميها باسم الحياه المجرده. بنعرف ان شا وصل دلوقتي لنقطه النهايه، ودي بتكون المره العاشره اللي يعمل فيها كده. بيشرح لنا ان المره العاشره دي انهاها في 4 ساعات بس، مع ان اول مره عملها وصل ل 34 ساعه كامله، وان الفرق ما بين الاثنين مذهل جدا. بيعرض شا الاحصائيات بتاعته دلوقتي، بتكون القوه وصلت 54، وخفه الحركه 56، والتحمل وصل ل 55، والمنع فضلت زي ما هي 21. بيحس ان الناس المتميزه ممكن يكونوا دلوقتي في المنطقه دي، وان هو لو اتاخر اكتر من كده مش هيقدر يلحقهم. وجه الوقت ان هو يتحرك بجديه بعد ما قدر ينفذ اول خطه ليه. بتخش بعدها لغرفه الزعيم المنطقه ايه، بيفهمنا ان هو لازم يصفي المنطقه ايه وايه مع بعض. بيبتدي يتقدم اكتر في الاختبار، بتبتدي الفخاخ انها تتفاعل عليه، بيكون في اسهم ناريه متجهه ناحيته بسرعه. بسبب احصائياته العاليه بيقدر شانه يتصدى ليها، لكن بيحس ان سرعتها اسرع من المتوقع بكتير. لقد ارتفعت القوه بنسبه 1. بيفضل شان هو يصد في كل الاسهم اللي بتيجي ناحيته، وده لانه ما قدرش يبطئ حركته بعد كل اللي هو عمله. بيحس شان هو فعل فخ تاني، بينط لبعيد، بتكون الارض اللي تحت منه هي الفخ، ولو وقع في الفخ ده معناه ان هو هيموت بشكل فوري. بيلف بعدها جسمه في الجو، بيقدر ان هو يوقع نفسه على حافه الفخ، بيقدر يتفاداها على اخر لحظه. لقد ارتفعت خفه الحركه بنسبه 1. بيتفاعل بعدها فخ تاني، بيفتح السقف بعدها، بتبتدي النار انها تخرج من السقف ده ناحيه شا، بس شا المره دي بيكون مستعد ليها. بسبب احصائياته العاليه وهجومه بيقدر انه يشق طريقه وسط النار، بيجري بسرعه وسط النار ديت. بيظهر له اشعار بعدها: بسبب طبيعتك بارد الدم لقد طورت مناعه للحرب. زاد مستوى مهاره تطور الحواس بنسبه 15.6%، ولسه الواد خرج من النار لقى فخ تاني بيتفعل، لكن بسبب احصائياته العاليه للمره الثانيه بيقدر يتفاداه بسهوله. بيظهر له اشعار بعدها: لقد ارتفعت خفه الحركه بنسبه 1، لقد ارتفع التحمل بنسبه 1، زاد مستوى مهاره تطور الحواس بنسبه 16.9%. بسبب اللي بيحصل معاه بيزيد مستوى مهاره تطور الحواس تاني، بتظهر له اشعارات تانيه ان قوته كمان زادت. بنلاقي ان في الوقت الحالي هو خد بوكس معتبر، بيرجع لورا بسبب الصدمه بتاعت الضربه ديت. بنفهم ان شاف مواجهه دلوقتي، بتكون هي ديت فزاعه النحاس، ودي بتكون فزاعه بتحكي حركات اللاعبين وتصرفاتهم بالظبط، زائد انها بتكون قادره انها تهجم داخل نطاق معين. يعني بمعنى اصح الفزاعه دي قادره انها تنسخ كل القدرات. بيكون اخوه بيشرح له في الذكريات بتاعته ان هو لو قدر يهزم الفزاعه ديت هيقدر يخش غرفه الزعيم بعدها، لكن لو ما قدرش يهزمهم هتكون الامور صعبه جدا عليه، وان في طريقتين بس عشان يقدر يهزمهم بيها. رقم 1 ان هو يدمرهم بشكل مباشر، او انه يطعنهم في النواه بتاعتهم، وعشان كده بيستخدم بعدها عين التنين، بيتغير المنظور من وجهه نظر شا، وبتظهر له كل حاجه على حياتها بعدها. بيكون المكان دوت هو نقطه الضعف بتاعتهم، وبتبتدي الدنيا انها تهاجم على شا بعدها. بيظهر بعدها شخص من وراه، بيقول له ان الفزاعه دي بتتحرك طبقا للمستشعرات بتاعتها، وان اسرع طريقه انه يدمروا بيها ان هو يلاقي المستشعرات ديت. بيكون شا لاحظ الشخص ده من بدري اصلا، بيكون عارف كل المعلومات دي بسبب عين التنين. بتكون سرعه شا عاليه جدا في الوقت الحالي بسبب كميه الاحصائيات اللي هو موجوده عنده، بيقدر يسيب نقطه الضعف الخاصه بالفزاعه، وبتنفجر وبتنهار الفزاعه بعدها، وده لان النواه بتاعتها اتدمرت. بينتقل بينا المشهد بعدها للشخص اللي نبه شا، بيكون مصدوم من كميه القوه اللي موجوده عند شا دلوقتي. بيبص له شا بعدها، والشخص ده بيكون مرعوب جدا منه. بيكون الشخص ده بيفكر في شا، وده لانه استخدم كل مهاراته عشان يقدر يعرف نقطه ضعف الفزاعات. ان اكيد الشخص اللي قدامه ده مش شخص طبيعي ابدا. بيبص لشا بعدها وهو كله رعب منه، وبيسال شا بعدها: انت ناوي تعمل ايه معايا؟ وده لانه حاسس ان هو ضعيف جدا. بيكون الشخص ده هو اسمه يول. بيساله يول: انت ايه نواياك بالظبط ناحيتي؟ بيعرفوا شا ان هو مش ناوي يأذيه. بيساله شا: انت عرفت نقطه ضعف الفزاعه ازاي؟ بيقرر يقول ان هو يجاوبه، وده عشان يكتسب ثقته. بيعرفوا يقول ان هو يقدر يشوف الخطوط السحريه اللي كانت موجوده حوالين الفزاعه. بيفهم شا ان الشخص اللي قدامه دوت عنده انجذاب كبير ناحيه السحر. بيساله شا ازاي يقدر يشوف السحر وكمان يتحكم فيه. بيساله اذا كان يقدر يعلمه له ولا لا، وان هو لو اتعلم السحر ده هيساعده بشكل كبير جدا في الوقت الحالي. بيقول له شا ان الموضوع مش هيكون مجاني، وانه هيساعده يخرج من المكان دوت. قصاد كده يول هيعلمه السحر. بيتصدم يول فعلا من الصفقه ديت. بيحس شا ان يول رفض، فبيمشي بعدها. بيقول له يول: استنى، الموضوع مش كده اصلا. بيقول له يول ان صدمته الحقيقيه اصلا مش كده، وان صدمته انه قدر يهزم الفزاعه من غير حتى ما يكون قادر انه يتحكم في السحر. بيقول له: انا ما عنديش اصلا اي سبب يخليني اكذب عليك يا يول. بيقول له
بيقول ان انت اصلا تقدر تهزم الفزاعه من غير ما تكون بتتحكم في السحر شيء مستحيل، او بيكون يول مذهول جدا من امكانيات شاه، وده لانه قدر يهزم الفزاعه من غير حتى ما يستخدم السحر او يعرف عنه اي حاجه. او بيوافق يقول فعلا ان هو يساعد شاه، او بيبتدي يقول ان هو يعرفه بنفسه، او بيساله ايه المطلوب منه بالظبط، او بيقول له شاه افضل حاجه دلوقتي ان انت تتابعني عشان نخرج من هنا. او بيشغل شاه بعدها مهاره عين التنين، او بيسال يقول انت ليه قدمت نفسك بالمظهر دوت، وده لان الشكل اللي انت عليه دلوقتي هو مظهر مزيف. او بيقول له شاه ان مظهرك الحقيقي عباره عن طفل عنده 10 سنين، وان الحقيقه الخارجيه دي مش هيئتك الحقيقيه، وانك توصل للمستوى ده انت اكيد مش شخص عادي. او بيقول له شاه ما تعتقدش عشان انت طفل انا هكون متساهل معاك. او بينتقل بينا المشهد بعدها لتشاو وهو جوه معركه، او بتكون المعركه دي مع واحده من الفزاعات النحاسيه، او بيكون شاه مروق عليه حرفيا، او بيهجم على الفزاعه بمنتهى السرعه وقوه، او بيقدر يسوقه بسهوله في نقطه ضعفه. وعلى الناحيه التانيه بيكون يول مذهول جدا من قوه شاه، او بيقول له شاه احنا دلوقتي موجودين في المنطقه دي تقريبا، ايه رايك دلوقتي لو تبتدي تعلمني؟ او بيقول له انا مش عارف بالظبط اشرح لك البدايه ازاي، بس انا اقدر في الوقت الحالي ان انا اشوف المنع على شكل مرئي، وان المهاره دي فطريه عندي. او بيحس شاه ان المهاره دي خاصه بالمهاره بتاعت سلاله الدم بتاعته، او ان سلالات الدم حاجه نادره جدا في العالم، او ان سلالات الدم دي ممكن تحمل مهاره مميزه او فريده من نوعها. او بنفهم ان الاشخاص دول بيكونوا مميزين جدا، او بيورثوا القدرات دي من خلال الاسلاف بتاعتهم، وان بتحصل لحظه خاصه من خلالها بيقدر ان هو يفعل المهاره دي. او بالشكل ده المهاره دي بتنتقل من جيل لجيل. او بيشرح له يقول ان المهاره اللي ورثها دي بتخليه يحس بالمعنى وكمان يشوفها، وان المهاره دي اكتر من ان حتى المعنى تنجذب ليه. او باستخدام المهاره دي عارف ان الفزاعات النحاسيه بتستخدم المستشعرات بتاعتها عشان تتحرك. او بيفهم شاه ان حالته متشابهه جدا مع اخوه. او بيشرح لنا شاه ان الطبيعه اللي امتلكها اخوه مميزه جدا، او بيكون اسمها التكيف المثالي، او دي معناه ان هو يكون متوافق مع اي شيء حرفيا. او من ضمن الحاجات دي كانت المانا برضه، او انه بسبب المهاره ديت ما واجهش اي مصاعب في انه يتعلم المانا، بل العكس هو حس كانها كانت حاجه اتولد بيها. او بسبب الطبيعه بتاعته كل حاجه كانت سهله في انه يتعلمها بسهوله، وده لانه قادر يتكيف مع كل حاجه بشكل مثالي. او بيعرفنا شان التنين اختاروه بسبب المهاره ديت، وان دي صفه مميزه جدا اصلا، وده لان المهاره دي خلته يتواصل مع كل شيء حرفيا، وانه قدر يورث مهارات التنين مع ان الاشخاص العاديين اصلا ما يقدروش يعملوا دوت. او بيبتدي يقول ان هو يشرح المهاره بتاعته لشاه، وانه يقدر يشوف المعنى بشكل مباشر زي النهر اللي موجود في الارض كده بالظبط. او بيفكر شاه في كل المعلومات اللي استوعبها من يول. او بيظهر له اشعار بعدها لقد انهيت المنطقه ايه كلاعب منفرد، لقد انجزت شيئا يعتقده الكثير صعبا جدا، لقد اعطيت كارما اضافيه، لقد تلقيت 500 كارما، لقد تلقيت 300 كارما اضافيه، تم تجديد التحمل والمنى خاصتك، تمتلك حاليا 800 كارما. او بيفهمنا شان الكارما دي مهمه جدا في البرج، وان البرج بيستخدمها كاساس للعبه، وانها بتكون على هيئه مكافآت، وكمان الكارما بتشتغل زيها زي العملات ما بين اللاعبين، وانه ممكن يشتروا او يبيعوا اي حاجه بيها، وان كل لاعب بالنسبه له الكارما دي شيء مميز جدا. او بيكون شاه مبسوط لانه جمع كارما كتيره جدا رغم ان هو نهى المنطقه الاولى بس، واللي هي المنطقه ايه. او بيفتح الباب بعدها وبيقرر بينه وبين نفسه ان هو لازم يجمع اكتر من كده. او بيظهر له اشعار بعدها لقد دخلت المنطقه بي. او بيشوف شان المكان كان واسع جدا وفي عدد كتير جدا من اللاعبين. او بتكون في فرق مكونه من سحرة ومقتلين وكمان فرسان، او في كمان ناس متصابه ومقطوعه ايديها ورجليها وقاعدين يستريحوا. او بتكون الناس مستغربه جدا من شاه، وده لانه عدى اسبوع كامل على بدايه المرحله، مع ذلك لسه في ناس مؤهلين بيجوا. او بيكونوا مستغربين اكتر لانه قدر ينهي المسار ده لوحده اصلا. او بيقول شاه يقول له يلا انت مستني ايه. او بيكون يقول مصدوم جدا، وده لانه مش مصدق انه وصل اصلا. او بيبص يقول بعدها على فرقه كانت موجوده، او باين ان هم مستغربين من اللي بيشوفوه. وبنفهم ان الجو ما بينهم مش بيكون طبيعي، او ده لان يول بيكون غضبان جدا منهم. او بيسالوا شاه هم دول زملائك في الفريق. او يقول كانوا هم دلوقتي ماليش اي علاقه بيهم. او يقول سيبك منهم وخلينا اكمل لك الشرح. او بيقول له شاه احنا وقفنا دلوقتي عند التوافق المنى. او بيكون شاه مذهول جدا من كميه المعلومات اللي موجوده عند يول، لكن قدر ياخد فكره تقريبيه عن الموضوع وانه ازاي يقدر يتحكم في السحر والمنى. او بيكون شاه ابتدى يكون فكره وان هي اسهل طريقه يقدر يحس بالمنى. او بيقول يقول بالنسبه لي هيكون الموضوع صعب قوي ان اشرحه لك، وده لان من البدايه اقدر اتحكم في المنى واشوفها. او بيقول له شاه اعتقد ان انت بعد ما تخلص البرنامج التعليمي هتطلع بره. او بيقول له يقول ايوه. او بيقرر شاه ان هو يفترق عن يول في الوقت الحالي، وده عشان يكمل البرنامج التعليمي بتاعه. او بيودع يول وشاه بعضهم. او بيلاحظ يول ان في واحد بيقرب منه، او بيسمع شاه صوته وهو بيقول له ازيك يا يول، ودي حاجه بتشد انتباه شاه. بس لغاية هنا بينتهي الجزء بتاع النهاردة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا لكل اللي دعموني.